السلام عليكم يا أحلى متابعين. اليوم رحلتنا راح تكون حق أقصى جنوب العراق، أقصى نقطة في جنوب العراق اللي هي أكيد عرفتوها الفاو. طبعا الفاو وما أدراك ما الفاو. الفاو تاريخها 2500 قبل الميلاد، يعني قبل الإسلام ب 2500. الملك الآشوري سنحارب سماها ريبو سلامو. ركزوا، ريبو سلامو يعني باب السلام. والعرب شنو سموها سنة 635؟ سموها ماء الصبر، الصبر يعني المر. والعثمانيين سموها مفتاح العراق. وسنة 1941 سموها أرض السلام. لكن شنو معنى كلمة فاو؟ خلينا نقول لكم شنو معنى كلمة فاو. احنا الحين بنقرب بندخل حق الفاو، هذه أول نقطة، بعدين راح نوصل حق البوابة. الفاو الله يسلمكم لها كذا معنى. أول معنى قالوا إنه هو الفج الواسع بين جبلين، وقالوا إن الفاو يعني معناته الفاو المتدلي على الخليج العربي. والبعض قال إن لا، إن في سفينة اتحطمت فوق الصخور تحت الماء، اسمها السفينة هذه الفاو. أول شيء هذه بوابة الفاو، أول ما توصلون الفاو في بوابة راح تستقبلكم. هذا احتمال، بس الاحتمال اللي أنا صراحة يعني أتوقع إنه هو اللي صح. تخيلوا إنه كان في نبات اسمه الغلاف. هذا النبات كان ينمو على سواحل الفاو، يستخرجون منه صبغة طبيعية استخدموها في طلاء شناشير البصرة القديمة عشان تحميها من الخشب والرطوبة والملوحة. هذا أتوقع هو اللي صح. هذا اللي تشوفونه مسجد الفاو اللي بنته الشيخة سعاد الصباح الله يرحمها. مسجد كبير وحلو، حتى البنيان مبين عليه، يعني إنه هو قديم بس البنيان قوي. بناخذ لفة سريعة، يعني اللي نقدر نصوره راح نصوره. تعرفون مقولة من هنا مر ملك العراق العظيم؟ تدرون أن هذه مكتوبة بالمرمر ومكتوبة على جدران الفاو. معلومة عن الفاو: عيلام هم سكان أورك العراقية، وكانوا يبي يحتلون الفاو، لكن خسروا المعركة قدام الجيش الآشوري الجاي من العراق وانقتل قائدهم. وغير كذي كان في بعد حروب ثانية اللي هي مع العثمانيين، البرتغاليين، الإنجليز، وآخرهم كانت منو؟ كانت إيران. علشان كذي الكتابة هذه من هنا مر ملك العراق العظيم، عشان تتكلم عن تاريخ وقصص نضال العراقيين ضد المحتلين. والحين بنتوجه حق البحر، بعدين بنروح حق الشط. وهذا قايدنا محمد بيودينا أول شيء البحر بعدين الشط. اوكي، بس كل ما تخلصين من نهر النهر تلقي مكتوب حوز. ايه، والاسم على الساكن بيه، او مثلا اللي كان معمره او يعني هذا حوز. هذا حوز بين نهر ونهر حوز. هذا من متى اللنج؟ ولا والله قديم. دير بالك، هذه اللنجات يعني هذه كانت تقريبا على قولة واحد ذاك اليوم يقول لي انا سويت لي لنجه ب 47 مليون. حاليا باعها ب 7 ملايين. 47 مليون. 47 مليون باعها بسبعة؟ اي بذاك الزمن كانوا يعني تشتغل لنجات وكذا هاي. الحين بعد وقفوا الصيد، وقفوا الغاز وما ادري شنو هالسوالف هاي. حاليا طاح سوقهم، باعها ب 7 ملايين. شنو اسمه هذا؟ حوز بحويدر. بحويدر كذا حيزان. حيزان شنو يعني حيزان؟ حيزان بين نهر ونهر، المنطقة اللي يسمونها حوز. اوكي. سمع بيران يقول الحواز. اي هاي حيزان. تعذروني اني انا بعض المرات اسجل وبعض المرات نخليه مباشر. الحين عرفت ليش فيها وايد احواز، لان الفاو بروحها، بس بروحها فيها 172 نهر، وبين كل نهر ونهر في شيء اسمه حوز، يعني يربط النهرين ويا بعض، يعني جدول نهري شيء كذي. على العموم قايدنا الحين بيودينا مكان اسمه سيد جاسم. بنعرف شنو سالفته. هو سيد أو مرقد شيء كذي يعني.
فراح نتوجه حق هالمكان هذا وراح يقول لنا عنه. إن شاء الله الصوت يكون واضح. طبعا وصلنا عند سيد جاسم. قل لنا شنو سالفة سيد جاسم؟ سيد جاسم بالحرب، بعد الحرب اي كان ماكو شيء طبعا. اي زين، حتى القبر معالمه مدفونه يعني. اي فاجوا جرافات وكذا ووصلوا يمه، وانقلبت الجرافه ما ترضى تشيل شيء. اي وظلت واقفه بمكانها لحد الان، ما حد حركها من مكانها. ما حد حرك الجرافة من مكانها. اي لان وصلت على استجر في القبر. اي ما كانوا يدرون انه في قبر. اي لان ما كانوا يدرون. فهذا الشارع اللي عنده على اساس اي وقفت هذا الكرين. هذا مكانه قدام النهر. وين الكرين؟ اوه روح هذا الكرين اللي وقف. طبعا العالم فسختها كذا. وهذه مقبرة مالت اطفال. مقبرة اطفال. ايش معنى مقبرة اطفال؟ يعني يقول لك هذا الطفل ما يسوى يودون النجف كربلاء كذا، يدفنونه هني. يدفنونه. نرجع طبعا. الله يرحمهم. طيور الجنة هذولا. هذا اللي الطفل اللي توفى بالفرح يجيبونه هنا يدفنونه. ايه ما حد يزورونه. وهو سيد جاسم هم بعد صغير. جاسم طفل. ايه طفل. ايه طبعا كان كامل وكبير وهاي، بس الآن بعد والله تفسخ فيه. ليش وين روسهم هذولا؟ هذول النخل وين روسهم؟ ليش قاطعين روسهم؟ كان هذا اني ارى رؤوسا قد اينعت وانا وقت اختطافها. كانت نخل كانت. اي ليش مقطعين؟ سؤال. اجت فترة شو اسمه الماي صار مالح. هذا البلم. ماي البحر على شو اسمه؟ البلم هذا شنو اسمه؟ لنج. مو لنج، هذا بلم. المهم لنج كبير. ايه هي فترة الماي صار مالح. دخل ماي البحر. دخل ماي البحر اي على هالمنطقة. اي فكرت ان هذا الزرع كله. حتى ذولا كام شوفي كله نخل مقطع من غير روس. اكو مال الحرب العراقية الإيرانية هم نفس الشيء. انا اتذكر مال الحرب الإيرانية العراقية قطعوهم من جذورهم، كنا شالوهم. المنطقة ذيك اللي قاعدين بيها احنا. اي قطعهم جذور وسووا مناطق سكنية، بس هذه كزراعية لا. هذا أكثر شيء الماء يأثر عليهم. الماي هو اللي أثر على النخل. عشان الأرض أصلا مالحة شوية. اي من في معلومة بعد حبيت أضيفها، أن الفاو فيها 42 صنف من النخل. فيها البرحي، البريم، الزهدي، الحمراوي وغيرها. فكلهم حرام من البحر لما ندش على النهر فصارت الأرض مالحة فموتتهم. غير أن لما كان أيام الحرب هم نفس الشيء، يعني راح النخل. لا حرام. أوف. الحين احنا قدامنا البحر صح؟ وصلنا. احنا الحين في جنوب الفاو صح؟ راس البيشة. راس منو؟ راس البيشة. راس البيشة. طبعا هني بعد مني ما نقدر نروح، مني بحر الخليج عقبه، يعني بس حق المصرح لهم. قيادة قوات الحدود. اوكي. ومني ايران، ومني الخليج، ومناك الكويت. طبعا مع الاسف ما قدرنا ندخل هناك، نروح عند بحر الخليج، قال لنا ممنوع. انا اراويكم هذيك سفينة ايرانية. لا هذول بيوت قديمة. جامع عيسى عبد العزيز، هذا قديم بعد، اقدم من السلام عليكم.
اوكي، وهذول بيوت قديمة. شوفوا اللنجات شنو اسمه، بلم. بكل حوز في بلم، لأن ينزلون ويروحون حق الصيد. هذول البيوت بيوت الفاو القديمة، يبين إن هم بيوت قديمة. في مساج في عليه رمي من أيام حرب إيران. شوفوا الكويت من هني، بس بالليل يبين عدل، تبين الليتات ملوت الحدود. يعني وهني احنا في الفاو. افتح الجام شوي. هذا بيت قديم، كتابة إيرانية هذه طبعا. شنو كاتبين؟ ماتت كنعانة وعدها الدرب، ما ادري شنو كاتبين، والله ما ادري. طبعا اكو آثار الحرب الإيرانية. هذه مدرسة؟ الحين متجهين على الشط، ما قدرنا ندش الخليج لأنه قال منطقة حدودية. فالحين هني قدامنا إيران صح؟ بيوت إيران. وين هذه؟ شنو بيوت إيران؟ هيك من هناك اوكي. هذه البيوت بس اخر شيء دخل ايران. اكو فكرة هنيك عشان تصير هنا معبر حدودي. يعني بدل معبر الشلامشة. الشلامشة. خلينا نفتح الجام. حاليا قدامنا إيران، ولا تنسون أن إيران سنة 86 لغاية 88 احتلت الفاو. فبهالفترة هذه شنو سووا؟ سووا جسر بين إيران والفاو. طبعا صارت مقبرة، والمقبرة هني مقبرة جماعية انقتل فيها وايد ناس، سموها كربلاء 2. هذا الجامع شنو؟ هذا الجامع شنو؟ هذا يسمونه جامع صدام قبل، حاليا جامع الرحمن. جامع الرحمن؟ اي شلون سفينة بأساس؟ صح شكله اي صح، شكله نفس السفينة. سفينة بوسطها الجامع. هذه ساحة كانوا بيوم تحرير الفاو يجون هنا يسوون احتفالات. طيب الأعمدة اللي فيها صدام حسين له صورة هنا بهذه المنصة. هذا المكان. نيجي شوف اكو صورة صدام حسين على فرس نصها، شايف هذه النص قوس؟ ذاك اي من ورا شوف الفرس الابيض؟ ايوه كاهو اي صورة صدام هيك يعني على فرس، بس هنا كسرينها كسروها. بقايا صدام. كانت هني هذه مالت الاحتفالات. ذيك المنصة الكبيرة كان صورة صدام حسين فوق، تمثال صدام حسين. هذه مدينة ألعابهم. يعني تمام الألعاب قدام إيران. طبعا لأن أنا بالسيارة، شوفوا المسجد شكله على سفينة. لحظة وقف شوي. كأنه سفينة وبالنص المسجد. يلا ننطلق. أيام قبل هذه مكتبة الفاو العامة، البناء يمني، حجر يمني بعد. اي هذه المكتبة القديمة. الفاو راح يسوون فيها كورنيش، فيها منتزه جديد هناك زين، وبس يخلص الميناء اكيد راح تطلع شيء ثاني. هذا المنتزه الجديد.
لأنها ساهمت في إعمار الفاو، في لها حجر حاطين يعني حجر من الدولة نفسها حسافة، بس ما نزلنا كان رويتكم عشان شفت اسمنا موجود. أكيد الكويت ساهمت في إعمار الفاو. يعني إحنا قاعد نتكلم لما الفاو رجعت حق العراق. وهذا السوق أيوة وسلامتكم. الحين راح نرجع حق طريقنا. علم إحنا بس بجنوب الفاو والجنوبية، يعني في بعد الشمالية ما رحنا. فالفاو منطقة كبيرة، قضاء صح؟ قضاء. أي طبعا اللي يروح الفاو لازم ياكل سمك. سهمكم العافية. لا تنسون اللايك والاشتراك، وشكرا لمتابعتكم. مع السلامة، نشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد.